وكذلك نشكر صاحب المكان الذي دائما متفضل علينا ويساعدنا بإحياء شعائر أهل البيت، وكذلك من ذرية رسول الله هو الرجل أبو حسن أستاذ القدير، وكذلك كلكم قدراء بحق خدمة سادات آل محمد على محبة محمد وآل محمد، وكذلك من قدم لنا من محافظة الناصرية، محافظة الخدمة الحسينية، أهل الخدمة، وكذلك كل احنا إن شاء الله خدام الحسين. وكذلك نرحب بالأخ خادم الحسين الطيب سيد فضل البطاط، أهلا وسهلا ومرحبا الذي قدمت إلينا من محافظة الكوت، حياك الله وبياك، وأهلا بكم جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا الوقت متأخر، ما أدري يعني شو أحكي وش أتكلم بحق جعفر الصادق، بس خلنا قبل الديباجة خلنا أذكر هذه القصة حول الإمام جعفر الصادق، لأن بعد الصادق كما ذكر رسول الله النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والتسليم سمي الصادق لأنه صادق بفعله ومنطقه وأسلوبه وكل شيء الذي ما يتعلق بهذا الإمام السادس أمة المعصومين. ينقل السيد علي الشبزواري هاي القصة، وبعدين أبدي بالمقدمة. أنا قصدت أحكي هاي القصة لأن ما أثرش بها، وإن شاء الله تأثر بينا إحنا المتكلمين. السيد علي الشبزواري من السادة الفضلاء والعلماء. هذا السيد يقول كان يصاب في مرض في كبده، يعني في الكبد، المرض في الكبد يؤدي إلى شنو؟ إلى الوفاة. يقول فالسيد كانت أيام جعفر الصادق، أو أي توسل بالإمام جعفر الصادق، على لا يكون زيادة ولا نقصان لأن الله يحاسبنا على الكلام. يقول توسل بسادس أئمة أهل البيت وهو الإمام أبا عبد الله محمد جعفر الصادق. يقول توسل بي توسلا شديدا، توسل بي، قال له يا مولاي أنا ذريتك مثل سيد حيدر اللي نورنا بزيارة عاشوراء وكلكم نورتونا، قال له أنا ذريتك وأني هذا المرض لعله يؤدينا إلى الوفاة، زين يا مولاي ألا أنت جعفر الصادق أن شافيني من مرضي. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذكر محمد فصلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. الثانية بأعلى منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. وكذلك الثالثة كما قال الإمام الرضا من لن يجد كفارة لذنوبه وغفران الذنوب فليكثر الصلاة على جد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملاحظة لا الضوج تتعقد من كثرة الصلاة على محمد، كما يقولون في الكلام في الحديث عن رسول الله أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا احنا ننهج باسمك يا محمد فصلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا وين وصلت بالقصة؟ يلا وياي لا عرفتينا، وياي لو عفتونا. أنا قلت عفتيني لا على غلطة، أي سامحونا. ويانا نرجع. يقول فتوسل بالإمام جعفر الصادق، لأن احنا بعد خدام الحسين إن شاء الله واحد يشيل الثاني. أي فيقول للإمام جعفر الصادق، يعني على الإمام جعفر الصادق، يقول السيد هذا الجليل سيد علي الشبزواري يقول توسل توسلا شديدا. يقول ثاني يوم السيد متعافى متشافى. يقول رجع للدكتور قال له سيدنا البارحة أنت عندك مرض في الكبد، أنت سويت؟ رحت يا دكتور مختص. سويت هذا مع احترامات الأهل الاختصار طبعا، بس هاي واقعا صارت أمام عيني وسمعتها بإذني. شنو
واحد شيء بشيء يذكر، يقول كل من اختصاص، الطب اختصاص، الهندسة اختصاص، مع احترامات الأساتذة الحاضرين الأكاديميين، فكله اختصاص، بس كل من اختصاصه. يعني هسه البيطري أوديه للي يسوي مثل بناء ما يصير، غير كل من اختصاصه. يعني هسه الخطيب يصير أقول له روح سوي له عملية جراحية ما يصير، كل من اختصاصه. فيقول هذا رايح قايل له أنا عندي عاذاكم الله من المرض، عندي هذا عرجنسن يؤدي إلى البتر كذا تعرفون به. يقول باترين رجله السالمة مو رايح للوزير الداخلية مال الصحة، قال له أنت قطميته ورجل الصاحية مو المريضة، زين أنتم ليش هيك؟ قال له إيه نعوضك رجل. قال له شو تعوضنا رجل؟ نعوضك رجل. يقول بالتالي أصبح مبتور الساقين، يعني اثنينات تبترن، وبفضل دكاترة الله يغفرهم غير جيدين، مع احترامات الأهل الاختصاص والدكاترة الشرطة. فنرجع الشاهد حديثنا ونبدأ مقدمة. طولت عليكم لأن هي مشكلة عن طبيعتها طول، هاي مشكلتي تحملوني وعلي. لأن أنا يعني قسمت على جعفر الصادق، لو أطلع بحصيلة لو أقول له يا مولاي جعفر الصادق خليها الأهلها وعوف سواية ما صاحبنا اللي اتهموه بقضية ما، الله يغفر للجميع. فنرجع شاهد حديثنا بالعجلة أو بالعجالة أو ما شرت فعبر. توسل بالإمام جعفر الصادق فشافه، رجع للدكتور قال له ليش أنت يعني ما سويت ما شافيت قبل؟ قال له ما تشافت، شو هسه شافيت؟ قال لهم أنا رحت للدكتور أطيب منا ماكو. قال له منو؟ قال له مولاي جعفر الصادق صاحب العلل، علته على الإمام الحسين. الحمد لله على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي سيدي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الشاعر يقول، من هذا الشاعر؟ نذكر الشعراء لهم حق عليه، نذكر اسمائهم كرامة الإمام جعفر الصادق. الشاعر نزار الحسناوي يقول صار كم سنة وسنين بدون قبور باقين، والأمل بصاحب الثار يثور. صار كم سنة وسنتين باقين، والأمل بصاحب الثار يثور يثور. بعد شنو يا شاعرنا؟ والله يثور يثور يا مهدي، وباقين باقين بعش باقين بأرض البقيع قبور قبور قبور. والله قبور 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 لا مرقد ولا يقبلون إلهم نزور نزور نزور. والله نزور نزور يا ابن العسكري، ليش القبور تراب تراب؟ والله تراب تراب، والله ظل ينزف الجرح ما طاب ما طاب ما طاب، والله ما طاب يا والله ما طاب ما طاب. نقوم وياك نبني قبور لهم، نقوم وياك نقمي
نقوم وياك نبني قبور الهم، ونوقف بالصحن نوقف بالصحن ننصب عزيه. يصيحون عالم يصيحون عالم. من هو العالم؟ الإمام جعفر الصادق صلوات ربي. وسموني مهدي مهدي مهدي، ويا صاحب الثار يا صاحب الثار انصب عزي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك من يعظم شعائر الله فهو من تقوى القلوب. صدق الله العظيم وصدق يا رسوله الكريم. وذلك نحن من الذاكرين الشاهدين على رحاب جعفر الصادق سادس أئمة المعصومين. فصلوا على محمد وآل محمد.